شكايه وهرايه وعماله بقى تقول كلام كتير وبتاع. هو ما بتشكيش ولا حاجه، هي ايه يعني؟ مثلا الست مثلا لما بتجيب واحده زميلتها او 2 زمايلها وتقعد تحكي لهم مشكله، ويقعدوا يحكوا 3 ساعات، في الغالب بيبقى 3 ساعات، او ترفع سماعه التليفون ساعه الا ربع. طيب خلاص عشان ما اطولش عليكي، عشان انا بفلفل الرز وبتاع، وهي بتكلمها. هم كانوا في غرض من المكالمه؟ يعني عايزين يوصلوا لحل؟ لا، هي بتفضفض معاه. الفضفضه ده هو ده سلوك الستات في التفاعل مع المشكله، ان هو جزء من حل المشكله ان هي تعبر عنها عاطفيا. بس كده ارتاحت. يعني هي هتقول لجوزها انا هقعد احكي لك حاجه ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، هي عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه، هي عايزه حد يسمعها وبتاع. والله يا خلاص كده ارتاحت. خلاص هي عايزه بس تفاعل، ما فيش اكتر من كده. الرجاله انا جبت حد، يا احمد تعالى عايز احكي لك، عايزك في موضوع قد ايه؟ نصايه كده، تعالى نص ساعه. وهما بيتكلموا الراجل عمال يقول طب جربت كذا؟ لا، ما هو انا عملت. طب جبت كذا؟ طب اشوف لك حد مش عارف ايه. هو بيكلموا الغرض الاساسي هو انشاء حل لهذه المشكله. الست عايزه كده، فهو الراجل اول ما هي بتيجي تكلمه يبقى في مشكله، فهو اول ما بتبدا كلام يقول لها طب ما جربت تعمل كذا؟ هي لسه ما يعني هي مش عايزه حلول، هي ايه؟ هي بتفضفض. انت مالك انت؟ انا جاي احكي لك المشكله، يعني انت مالكش دعوه. والرجاله برضو فكره التفاصيل. يعني انت بتقولي التفاصيل دي ليه؟ ما اكيد في حل. لو هو عشان يحل، يا حاجه من الاثنين، يا انا المسؤول عن ده، فده معناها ان هي بتبكته او بتلومه او كده، اللي هو ايه يعني؟ ايه يعني؟ انا مقصر في البيت، يعني انا مش يعني خلاص. فهو هي بتتكلم عشان تفضفض، وهو فين المشكله؟ عايز. طب انت طلعت المشكله هايفه ومش محلوله، مالها يعني؟ هي كانت اصلا مشكله، هي بتفضفض خلاص. فانت طب فين المشكله؟ فدي بتبعت رساله بالصيني، وهو الموبايل عنده بيستقبل ياباني، فالاثنين فدايما كل طرف اول ما بيجي يتكلم الراجل يقول لك ايه؟ شكايه وهرايه وعماله بقى تقول كلام كتير وبتاع، وبتشكي مني كتير وبتاع. هو ما بتشكيش ولا حاجه، هي ايه؟ هتقول الكلمتين وتقوم تكمل اللي وراها، وزي الفل شمعة منورة وخلاص، مش عايزة منك أي حاجة.